السلام عليكم واهلا بكم في هلا فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي التحفه اللي حضراتكم شايفينه معانا. هنعمل مع بعض الزبادي العادي وهنعمل مع بعض الزبادي الفاكهه بدون استخدام فاكهه وبدون استخدام بودره الايس كريم ولا جيلاتين ولا جيلي ولا حاجه خالص. هستخدم حاجه متوفره في كل بيت، حاجه اقتصاديه جدا جدا. هيطلع معايا احلى زبادي متماسك وجميل جدا، مش ممكن ان هو يفك منك ابدا. تابعي معايا عشان تعرفي اهم اسرار وتريكات نجاح الزبادي بتاعنا. يلا بينا مع بعض عشان نجهز زبادي السحور. كل سنه وحضراتكم طيبين. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بس يا ريت تقولي لي بتتابعيني من اي بلد، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وكمان كومنت لطيف. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنا مع بعض عاملين البوتاجاز والحليب بتاعي. معايا كيلو من الحليب العادي خالص اللي بجيبه من السوبر ماركت، مش الحليب المعلب، لا ده اللي بجيبه عادي من السوبر ماركت في اكياس كده، بيبقى كيلو او نص او ربع اللي انت حباه بتشتريه. وعلى الاساس ده باخده ان انا بغليه على عين البوتاجاز زي ما حضرتك شايفه معايا. وبعد ما يغلي معايا هنتكلم عن تريكات مهمه جدا لعمل الزبادي او الروب من الحليب. تمام، لما الحليب بتاعي بدا يغلي هبدا ان انا اقلبه بالمعلقه بالشكل ده. طبعا النار بتاعتي بتكون متوسطه مش عاليه ولا هاديه، بتكون متوسطه، وابدا ان انا اقلبه بالشكل ده علشان اخلي القشطه بتاعته تتداخل فيه متبقاش عايمه على الوش. وبعدين مش هطفي طبعا عين البوتاجاز عليه، هسيب عليه معلقه كده خشب علشان يبدا يغلي لمده 5 دقايق، من 5 ل7 دقايق، علشان ابخر الميه الزايده الموجوده فيه، علشان يكون الزبادي بتاعي او الروب يكون مركز. هبخر الميه الموجوده اوريدي في الحليب بتاعي لمده 5 أو 7 دقايق، وبعدين هبدا ان انا اطفي عليه. بحط المعلقه الخشب ليه؟ علشان ما يفورش يعمل فوران وينزل على عين البوتاجاز، لا خالص، بخليها موجوده علشان الفوران يكون منه فيه وما تخرجش كميه الحليب اللي معايا ما تخرجش بعيد عن الغلايه اللي معايا. هيفل فوق ولكن مش هينزل ولا هيفيض، هيهدى بعد كده وهيبقى الغليان منه فيه لمدة 5 أو 7 دقايق، وهطفي عليه واتأكد تماما ان بالطريقة دي كمية المية الزايدة اتبخرت تماما. بعد غليان اللبن بتاعي لمدة 5 أو 7 دقايق على عين البوتاجاز بطفي عليه وبسيبه لغاية ما يهدى تماما، ويبقى الملمس او درجة الحرارة بتاعته متقبلة، وببدأ ان انا استحملها. باخد كده جزء من المعلقة وبحط ايدي كده عندها، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاقيها زي دم العين، فترة جدا زي دم العين، خلاص بقى زي الفل. محاولش احط ايدي جوه الحليب بعد الغليان علشان ما يتلوث معايا. تمام، اهم حاجة في الزبادي هو التعقيم. فهبدأ بقى اخد وش اللبن اللي معايا، هسحبه كده بالكبشه وهنزل بيه جوه درق الخلاط. لو في هاند بلندر ممكن تستخدمي برضو الهاند بلندر، بس انا حابه استخدم درق الخلاط علشان هستخدمه كمان في مرحله تانية جايه. باخد كبشتين 3 كده مع وش الحليب، وكمان باخد بسم الله الرحمن الرحيم ببدا اخد معايا خميره الزبادي، بتكون جاهزه او بتكوني عاملاها في البيت، وعلشان تتاكدي ان الزبادي بتاعتك تطلع كريميه وتطلع متماسكه جدا. قدامك حاجه من الاثنين، يا تجيبي الخميره بتاعتك او علبه الزبادي تكون بوش قوي او مكشكش زي اللي حضرتك شايفاها معايا دي، او وتصفيها على مصفى الشاي علشان تنزل السوائل الموجوده فيها وتكون مركزه معايا. انا الزبادي بتاعتي جميله جدا ومتماسكه، فمش هعمل التصفيه بتاع اللي قلت لحضراتكم عليه، لان انا واثقه ان الزبادي بتاعتي متماسكه جدا. هبدا انزل بالخميره دي على كميه الحليب مع وش اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. هنزل بيها كلها، مش هبقي اي حاجه علشان تكون الزبادي بتاعتي متماسكه باذن الله. اللي انا هعملها او الروب او الياغورت ايا كان المسمى، فهو في النهايه ان شاء الله زبادي هيطلع كريمي وناجح جدا باذن الله. بنسمي الله في كل حاجه عشان يكون فيها بركه. ببدا ان انا اضرب الكميه دي في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما اتفقنا مع بعض. تنعم كويس جدا. بعد ما ضربتها كويس جدا ونعمت معايا بالشكل ده، هبدا بقى ان انا انزل بكميه الزبادي او الروب مع الحليب مع وش اللبن على باقي الحليب اللي معايا. لو نلاحظ ان في وش فوم كده
هحاول افضل اقلب فيه لمده 5 دقايق لغايه ما يختفى تماما، علشان لو هسيبه واعمل الزبادي بتاعتي وهو قوام اللبن ومجمع معايا الوش الكثيف ده، هيطلع الزبادي بتاعي من فوق عامل ميه. علشان اتفادى الخطوه دي فببدا ان انا استنى حدود 5 دقايق، وطول ال5 دقايق ما هي موجوده معايا ببدا ان انا اقلب الحليب بتاعي مع الزبادي لمده 5 دقايق. تمام، 5 دقايق ورايح، دقيقتين ورايح، دقيقتين ورايح، لغايه ما تعدي 5 دقايق. وبعد مرور ال5 دقايق ببدا ان انا اقلب بالشكل ده، وهاخد بقى اي دورق عندي يكون له بوز كده علشان اقدر ان انا اصب بيه، وهبدا انزل بكميه الحليب اللي معايا مع الزبادي او اليوغورت هنا. بسم الله الرحيم، عشان اقدر ان انا اصبه في الكوبايات او البولات اللي انا هعمل فيها ان شاء الله الزبادي او الروب بتاعي. تمام، وهبدا اخد الكوبايات بتاعتي بالشكل ده، حطها في حله او تحطيها في صينيه تكون لها سور عالي، علشان لسه هنزل بميه باذن الله فيها علشان ابدا ان انا اخمر الزبادي بتاعي. وهبدا بسم الله الرحيم هوزع بقى او مبدئيا كده على الاكواب بتاعتي. بسم الله الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، علشان اوزع الوش على كل الاكواب اللي معايا. لو حابه اعمل زبادي بالفاكهه زي الزبادي الجاهزه ببدا ان انا اخد الاكواب بتاعتي وبنزل في القاعده بتاعتها بكميه من المربى، ومعايا مربى فراوله حطيت معلقه، واحط كمان معلقه كمان عشان تكون الكميه معقوله باذن الله ويبقى الطعم لطيف. واللي حابب يضرب مع الحليب اثناء الضرب يحط معاه معلقه من السكر على كل كيلو من الحليب، يبقى زي الفل. مش حابين، انا ما عملتش بصراحه كده، انا حابه ان انا اسيب طعم الحليب زي ما هو. حطيت معلقتين من مربى الفراوله في قاعده الكوبايه بتاعتي، وهبدا انزل بسم الله الرحيم بالحليب مع الروب اللي انا ضرباه او الزبادي. بسم الله الرحيم بالشكل ده. ولو حابه يكون الزبادي بتاعي كله بطعم الفاكهه بتاعتي فانا هعمل الحركه دي. بسم الله الرحيم، هاخد كميه المربى، ولتكن معايا مربى مانجا، هاخد معلقتين من مربى المانجا. مربى المانجا زي مربى الفراوله بالظبط، بنفس طريقه العمل ونفس المقادير، وان شاء الله هبقى اسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع مربى الفراوله، وهي نفس الطريقه بعمل بيها مربى المانجا. وبرده هسيب لكم في صندوق الوصف اكتر من لينك لعمل الزبادي، قبل كده كنت عملته في القناه باكتر من طريقه بالنسبه لطعم الفاكهه، عملته باكتر من طريقه. المره دي استخدمت مربى، في طرق تانية عملتها على القناه هبقى اخليكم ان شاء الله اللينكات دي في صندوق الوصف باذن الله. هبدا اضرب بالهاند بلندر الفاكهه بتاعتي. بسم الله الرحمن، وهنزل عليها بكميه من الحليب اللي معاه خميره الزبادي، عشان يكون الزبادي بتاعي او الياغورت واخد كل الطعم واللون بتاع الفاكهه. وبعدين هنزل بالكميه اللي ضربتها مع الفاكهه، الياغورت مع الحليب مع الفاكهه اللي هي عباره عن المربى، هنزل بيها في الكوبايه بتاعتي. بعد ما جهزت الزبادي بتاعي او الروب هبدا انزل بميه سخنه ما تكونش مغليه، علشان لو مغليه هتعرق معايا وكمان هتعمل على الزبادي بتاعي ميه. بسم الله الرحيم، هبدا انزل بسم الله الرحيم بالشكل ده وميه سخنه. بعد الغليان بسيبها تهدى شويه، وببدا انزل بيها لتلتين العبوات بتاعتي. وفي الوقت ده بكون مسخنه الفرن بتاعي لمده 10 دقايق، وهبدا اطفيه علشان ادخل الزبادي بتاعتي. وقبل ما ادخله في حاجه مهمه جدا ضروري ان انا اعملها، وهي ان انا ببدا اغطي الصينيه اللي انا حاطه فيها اكواب الزبادي او الحله بتاعتي بغطا علشان يكون محكم. وكمان قبل ما احط الغطا المفروض ان انا بحط عليه فوطه مطبخ، ببدا اغطي بفوطه مطبخ نظيفه وبنزل عليها بغطا الحله
او اي صينيه بغطي بيها، وبدخلها في فرن البوتاجاز على الشبكه، وبكون فرن البوتاجاز داخل لمده 10 دقائق، وبطفيه وببدا ادخل الزبادي بتاعي. بفتح عليه امتى؟ بفتح عليه بعد مرور من 4 ل 6 ساعات. في فصل الصيف 4 ساعات، وفي فصل الشتاء 6 ساعات. واهم حاجه ما ازودش عن ال6 ساعات، لان لو زودت عليه الزبادي هيختمر اكتر وهيبقى طعمه فيه مزازه مش لطيفه. تمام. حاجه مهمه جدا، لو حطيت الحاجه بتاعتي دي او الزبادي اللي انا عاملاه او روب في فرن البوتاجاز، مش من المفروض ان انا افتح عليه نهائي ولا اهزه، بمجرد ما ادخله بقفل عليه، ما باجيش ناحيته نهائي. او ممكن الف كميه الزبادي اللي انا عاملاها دي بالصينيه بتاعتي او بالحله، الفها في بطانيه او في دفايه، وتبقى في دولاب المطبخ او على الرخامه، بس في مكان ما يكونش طايله اي حركه نهائي، عشان لو اي اهتزاز حصل في الزبادي بتاعي هيبوظه تماما. تمام. بعد مرور 4 ساعات، من 4 ل 6 ساعات، بس احنا دلوقتي في فصل الى حد ما في بروده، بعد مرور 5 ساعات تقريبا كده هبدا افتح عليه، وهنشوف مع بعض الزبادي بتاعنا وايه المرحله اللي وراها. بعد مرور 5 ساعات خرجت الزبادي بتاعي من فرن البوتاجاز بالشكل التحفه ده اللي حضراتكم شايفينه معانا، جميل جدا، وفي وش فيه لمعه كده. هبدا اخرج كوبايات الزبادي، هنشوفها مع بعض باذن الله. ودي الزبادي بتاعتي بعد ما خرجتها من التلاجة، سبتها في التلاجة في حدود ساعتين، متماسكه وتحفه وجميله جدا ما شاء الله. بقلبها زي الفل، ما بيجرالهاش اي حاجه، متماسكه جدا جدا، فيها وش بيلمع، تحفه وجميله جدا. يلا نجرب الحاجات التحفه الجميله دي مع بعض. عملت الزبادي بطعم الفراوله وبطعم المانجا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.